تحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن الوضع بين الجزائر والمغرب في حوار قمرية مع قناة أجنبية. وفي حديثه عن المملكة، قال الرئيس الدولة الجزائرية أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى نقطة لا عودة. في مقابلة مع صحفي جزائري، عاد عبد المجيد تبون إلى العلاقات الخارجية لبلده وتحدث بطبيعة الحال عن جارته المغرب. وقال الرئيس الجزائري أن العلاقات مع المغرب وصلت إلى نقطة لا عودة، مضيفا إن موقف بلاده ما هو إلا رد فعل، مما يعني أن المغرب هو الذي تسبب في ذلك. إذا كان من غير المعقول عموما أن ترى بلدا يجرأ على الحديث عن حالة لا عودة مع بلد آخر، فمن غير المعقول سمع ذلك عندما يتعلق الأمر ببلدين متجاورين ملتصقين جغرافيا ببعضهم البعض. ما ينبغي فهمه من أعلانه هو أن الجزائر في وضع حرب، وأنها تريد أن تبدأها منذ الإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد مع المغرب. حاولت عدة دولة وسطة مثل المملكة العربية السعودية وحتى جامعة الدول العربية، وقد رفضت الجزائر كل هذه المبادرة بشكل قاطع، ومن الواضح أنها لا تريد تسوية نزاعها مع الرباط الميزانية العسكرية الضخمة المعتمدة إلى عام 2023 هي الدليل النهائي على هذه النية القتالية، عندما تكون الجزائر بشكل سياسي إلى جانب مصر الدولة الأكثر تسليحا في إفريقيا. منذ عام 2021 تضاعفت إعلانات الحرب الجزائرية على المغرب، وتمزق العلاقات الدبلوماسية، وأمر بتعليق العلاقات التجارية للمشغلين الخاصين، وإغلاق خط أنابيب الغاز، والهجمات اللفظيات غير المقيدة من قبل المسؤولين الجزائريين، واتهامات مختلفة لا أساس لها مثل الحرائق في منطقة القبائل، تدريبات عسكريات على الحدود. في كل مرة تدفع القابس أكثر لإثارة رد فعل من المغرب. تستمر الجزائر في هجماتها على مستويات مختلفة، وتصل إلى حد التأثير عليهم على المستوى الرياضي. على الجانب الآخر من الحدود في المغرب، نلاحظ في صمت عودة التوترات واللغة الحربية، مصحوبة بإجراءات ملموسة من الكراهية المؤسسيات تجاه المملكة. المراقبون الدوليون والمجتمع الدولي هم شهود على هذه الاستراتيجيات العسكريات الجزائريات التي تهاجم المغرب دون أي سبب، بينما تحاول تقديم نفسها على إنها الضحية. يبدو أن الوضع خيالي لدرجة أن الجزائر هي المعتدي وتعتقد أنها هي التي تعرضت للهجوم. اللوم الوحيد الذي توجهه الجزائر للمغاربة هو إعادة العلاقات مع دولة إسرائيل، معتبرة أن المغرب أعاد الكيان الصهيوني إلى أبوابها، كما أشار مسؤولون جزائريون ومختصون. باستثناء أن الجزائر تلوم المغرب، فالجزائر تفعل ذلك منذ زمن طويل مع روسيا. وعلاوة على ذلك، يحق لكل دولة أقامت تحالفات عسكريات مع الدول التي ترغب فيها دون تدخل دولة أخرى. هذه قرارات سيادية ولا يوجد أي مساءلة عنها. علاوة على ذلك، تتبنى الجزائر موقفا مذهل من الهراء والتناقضات بإدانة المغرب لإضفاء الطابع الرسمي على علاقاته الدبلوماسيات مع إسرائيل، بينما لا تجرأ على فعل الشيء نفسه مع الدول العربية والإسلامية الأخرى، وعلى رأسها مصر والأردن التي قامت بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل تل أبيب لسنوات عديدة. وفي السياق ذاته، لم تعلق الجزائر على دول عربية أخرى أو تدينها مثل الإمارات العربية المتحدة أو حتى قطر والبحرين، لا طبيعها مع إسرائيل أنها تهاجم المغرب فقط. مفاجأة أيضا، خاصة إن العديد من الدول الأخرى لديها علاقات مع إسرائيل دون الاعتراف بها علنا. المغرب لم يخفهم وكان لديه شجاعة والصدق لأعلانهم. وامتنع رئيس الجزائر عن توضيح الأسباب التي دفعت بلاده إلى اتخاذ مثل هذا الموقف العدائي في المغرب، وما هي الإجراءات التي قامت بها الرباط، وتي آثارت ردود الفعل من